إن التنظيمات المعارضة للسلطة استخدمت ذات الأدوات في التأثير على أتباعها وجماهيرها المؤيدة، فما أن تستلم السلطة حتى تمارس ذات الفعل لذات الغاية، وهي البقاء مهما كلف الأمر من ثمن ودماء وبطش. ولعل ذلك الوعي الماثل في مسيرة المعرفيين ما يكشف عن حضارات لاكتها عضلات المتسلطين ومآربهم في السعي لاحتكار الفضيلة والحرية وما يتصل بهما. ولعل الخوف والأسطورة في صورة حضورها شبه اليومي في داخل الناس هو بمثابة استنطاق للتاريخ القائم على السلب والنهب وطمس الثقافات لصالح بروز الوحشية السلطوية. وليس الواقع على ضوء هذا ما عبر عنه ديكارت بوصفه عبارة عن مفاهيم شديدة الوضوح في ذاتها، إذ ما نظرنا لها من مبدأ تعدد أغراض الساعين لزج الإنسان في أسر المفاهيم الضبابية، بغية أسر العقل وجعله وقودا لمعارك الحق والفضيلة، حيث لا تنتهي التساؤلات المتحلقة حول تحديد الواقع، كونه سلة أو وعاء كبير يحوي المتناقضات على شتى المجالات والأصعدة والرؤى. لهذا بتنا منساقين عفويا للدخول في سجالات معرفية تهدف لتسليط الضوء حول أكثر القضايا تجليا في ساحة الإنسان أمام محاولاته في التصدي للذين يقفون بوجه التغيير الديمقراطي الجوهري في الشرق الأوسط، إذ يدخل مزعم التغيير أحيانا في فخاخ السلطة التي تلهث في سبيل انتزاع لقب البطولة أمام أعين جماهير لا ترى من هذا الشعار سوى بريقه اللامع والذي سرعان ما يخبو، وتجد الجماهير ذاتها أمام مفترق خوف آخر. لهذا نجد أن فرضية التغيير والمسعى الأفضل في إرساء دعائم السلم البشري يتقوض في ظل تهافت النخبة للنفوذ وعجز الجماهير على التفكر في طبيعة ما يفرض عليها من أجندات هنا وهناك، حيث ميل الإنسان إلى عبادة القوي اتقاء لشره هو مظهر من مظاهر العجز البنيوية لطبيعة مجتمع مغلف بالخوف، حيث بزرع الرهبة والانقياد الأعمى لمؤثرات الخطاب الديني هو من جعلت السلطات الشمولية تنتصر في ظل خمود الذهن وخواء البطن، حيث إشغال العقل منذ الطفولة بحكايات الرعب والخوف هو بمثابة إدخاله لعالم محشو بغلالات الفزع واليأس، وهما بطبيعة الحال يجعلان الفرد في حالة خشية دائمة، مما يفيدنا حول التطرق للتربية وتخلفها في مجتمعات اتخذت من تجنب الحديث عن السياسة أساسا لنشوئها، واتقاء لبطش القوى التي تعمل لكبح جماح الفرد ومطالبته بالتغيير والرفاهية. فالشعوب الحاملة لموروث السلطات القامعة تعيش في الماضي ولا تقدر على تجاوزه ما لم تتمكن أولا بالخروج من قوقعتها. لهذا نجد أن المنظومة الجمعية ارتهنت بخطاب السلطات الفاسدة وباتت نسخة هزيلة عنها بحكم اتصالها مع قنوات السلطة تلك بشقها المؤيد والمعارض على حد سواء، وتمكن الخوف من أن يعقد قرانه بسهولة في فرائص ووجدان الجماهير الشرق أوسطية. فالحصار الذي صنعته السلطات الشمولية سيقراطية الجذور هو ما مهد لبروز تلك الفوضى كنتيجة عن هذا القمع والكبح المتواصل والممارس ضد عقول وقوى عقدت العزم على وضع الحد لهذه الحروقات الكارثية التي تهز وجدان وحياة الجماهير. فالمجتمع الساذج بطبيعته مجتمع قطيعي تبعوي منحاز لكل ما يدغدغ مشاعره ويعمل على إثارتها. هذا الإخصاء المعرفي هو مصدر كل فساد أو تقهقر روحي أو سياسي،
فما تفسير تعلق هذه الجماهير بالأضرحة والمزارات والقادة والرموز والأقطاب الدينية والشخصيات الحزبية؟ إن ذلك وليد هذه العزلة التي مارستها السلطات وخلاياها الصغرى، الأحزاب، الجمعيات المتصلة بها، أجهزة الإعلام، لتغذي روح الخواء والكسل الذهني في أوساط مريديها الذين لا يقرؤون ولا يفهمون، ويتماشون مع أي خطاب يأتي من فوق، حتى أن النظام المؤسساتي يكاد يكون غريبا عن مناخاتهم، حيث بتعاظم ازدياد المؤولين والمفسرين تتزايد نسب ذوي العلات على نحو مرعب ومخيف، يشي بالمعضلة الحقة والتي تكشف عن لعب السلطوي أشد أدواره خبثا ودهاء، ويتجسد في تقلده أو تسيده عرش الفلسفة والإصلاح والتغيير وما شابه من دعوات في عصرنا الراهن. عصر الثورات المضادة والقائمة على المزيد من احتواء الخلل وتحديث الآفة، بل وباصطناع الحلول دون معرفة اتجاه البوصلة أو تجاهلها. وهذا يستدلنا على دور صناع الأزمات في تحويل المجتمعات إلى فتات، حيث نعلم مدى تأثير الخطب البلاغية على عاطفة ووجدانيات الناس، في كونهم يهرعون وراء العاطفة من وراء أي خطاب فعال التأثير دون النظر إلى خلفيات ذلك، فإن ذلك بحد ذاته يعكس مدى اغترابها عن صناعة الفعل المضاد، بمعنى آخر الفعل الذي يساعد على التمييز ومحاسبة الجالسين في الأعلى، حيث تجسيد تأثير الحكاية الشعبية على نفسية الأطفال هو تسليط الضوء على الخوف منذ بداية إيغاله في النفوس، وجعل المرء المتلقي يوغل في ماهية الخوف وأثره على شخصية الإنسان، والتحكم في أطوار تطوره ونشأته وتأثير البيئة عليه، ومن ثم علاقته بالآخر، ومدى قدرته على تجاوز شعوره بالفزع أو الإحباط. جعل التخيلات والأوهام بمثابة عقاقير فاسدة يتم تعاطيها لتثبيت أركان الخوف، حيث تسيدت الخرافة المشهد الحي للجماهير التي تقبل لخطابات السلطة وتوابعها الدينية والشعبية لتكون الحقنة الأساسية لدوام ذهنية القطيع والتحلق حول السيد الواحد. لهذا نجد أن التبعية تتغذى من خلال فعل التسيد على مجموعة بشرية، من خلال جعل أذهانها مهيئة لاستقبال الخوف منذ الطفولة، وتصبح تلك العملية من خلال الزمن الطريقة الناجعة لتعليم المجتمع واستخدامه كوسيلة لتحديث السلطة القامعة وتأصيلها عبر التربية والقص الحكائي الذي تتبعه الأمهات أو الجدات في محاكاتهم لخيال الأطفال. من ثم جاءت الآلة الإعلامية التلفاز لتؤدي تلك الوظيفة على أكمل وجه، إذ يتم إخصاء رغبة الجماهير بالانعتاق وبوجود سلطة متزنة تحكمها الشعوب، لا فئة معينة تمارس وصايتها واحتكارها لمفهوم الوطنية واسترداد الحق، حيث نتج عن هضم الحقوق ووضع الحدود بروز السلطات الحزبية التي تمثل تلك البنى السرطانية الهادفة للوصول إلى السلطة واللعب على وتر المطالبة بالحرية أو صون الأرض، ولكن غايتها الأولى هو شرعنة بقايا في السلطة إلى ما لا نهاية. فالاختبار الذي تواجه الجماهير هنا هو الوصول لمجتمع ديمقراطي وسلطة حقيقية يتشارك في بنائها وممارستها الجميع دون استثناء. أما ممارسة دور الوصاية السلطوية على مفهوم القومية أو الطائفية لغايات سلطوية فئوية، فهو بمثابة الاستمرار بخداع الجماهير وتغييب حقوقها الجوهرية المتمثلة في سن قوانين تكفل مواطنتها ورفاهيتها وممارسة حرياتها. فأمام مشاهد الخيبة واليأس نجد الذات تنكمش في كوامنها ولا تتعدى أفعالها متاهة الحرب الداخلية، حيث المجتمعات أكثر ما تكون اغترابا عن حقيقتها. وكذلك فإن مجموع الأخطاء والتقاسمات
حالت دون حدوث الاندماج الطوعي فيما بين هذه الشعوب، حيث أنظمتها تحول دون أن يكون ثمة اندماج قائم على الرضا والتشاركية، حيث فساد النظام يعني انهيار المجتمع، حيث اللعب على وتر الأعراق هو ما شكل ومهد ضمنيا لحدوث الحرب الأهلية التي مزقت بنشوبها ما تبقى من خريطة الوطن المرقع. والخوف يستقر في أوساط المجتمعات التي تفتقر لقانون ضامن لحياتها، نظرا أن التعاليم الإيديولوجية بطابعها القومي قد غطت عيوب وأخطاء القائمين على الإدارة، وقد خلقوا بدوام وجودهم هذا التزعزع المجتمعي، ووفروا الأرضية الملائمة لحدوث اضطرابات متعددة. فالسلطة عمدت على تأسيس جماهير تعمل في خدمتها وتقتل الجماهير الأخرى على الطرف المقابل إن أرادت وأعلنت الحرب، حيث ببروز جماهير محافظة على سلطاتها وإن كان عددها متدنيا، فهي تكفل حدوث اضطرابات وفوضى وحروب أكثر سوءا إن عمدت السلطات لذلك. لهذا نجد الرهبة بتعدد أساليبها قادرة على إنشاء سلسلة تصادمات بإمكانها أن تشتت وتعمل على التفتيت على نحو يجعل المجتمع ساحة حرب مستمرة. فالخوف يهدد على الدوام بظهور أجيال غير منضبطة، ومن الممكن أن تكون ألعوبة دائمة بيد تلك القوى المجاورة التي تجد من التداخلات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وسيلة لبسط النفوذ، ناهيك عن قرارات ومحاولات الدول ذوي القوة والإمكانية في استثمار ما نتج عن غياب النظام المؤسساتي لرسم المنطقة بما ينسجم مع مصالحها. وهكذا يتولد الاغتراب ويتضخم أكثر فأكثر بين الأفراد نتيجة تبصر بحقيقة الواقع وعدم المقدرة على التأثير وإحداث شيء. إن الصراعات الاجتماعية من عمل السلطات الشمولية، حيث جعلت من قوانينها أشبه بكوابيس لا تزول وتبقى لها آثار على وعي الأفراد وتحولاتهم وحتى على اتجاهاتهم مع الوقت. لهذا لا يمكن أن نعي حقيقة الانقسام بين الجماهير إثر ارتباطها بمنظومة سلطوية عملت تلك الأخيرة باستماتة على تشتيت القدرات وبعثرة الجهود المعرفية. فأن تمارس الدولة القومية ذلك النهب والسلب فهو باعث حتمي على نشوب الفوضى اللامنتهية، والتي لها مآلات ونتائج سلبية على تلك الحالة التعايشية التي لا بد وبظهورها أن يعم السلام والتسامح بين المكونات. ولكن هل من تخلص حقيقي وجذري لسموم وآفات ما نقلته السلطة القامعة من أروقتها إلى تلك الفئات التي أسماها غوستاف لوبون بالمجرمة؟ إن السلطة تلجأ إلى إحباط أحلام وآمال جماهيرها بالتحرر والتحول الديمقراطي عندما تبدأ بتأليب بعضها ضد بعض. فواقع شعوب الشرق الأوسط والعالم العربي يحتاج لمزيد من التأمل والبحث حول ظاهرة التأليب الجماهيري لما له من نتائج كارثية على الأمم، وتباين الخطاب الديني المذهبي عن القومي رغم تقاطعه في العديد من الأهداف التي تتصل في تهويم الجماهير والقفز على مطالبها الجوهرية المتجسدة في الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون المدني. فألاعيب السلطة لا تتوقف على حساب تعاسة الجماهير وقلة حيلتها وانعدام وجود إرادة جماهيرية واعية يجعلها تحترم فيما بينها، ليس لصالح السلطة فحسب بل لصالح أجندات دول إقليمية تخاف من انتقال أي هبة جماهيرية إليها. إن التنسيق الحتمي والاضطراري بين منظومة دول الشرق الأوسط وأخصها المتقاسمة لكردستان تعمل على تناقض مصالحها في الحفاظ على العقلية الأبوية الشمولية وحماية مكتسباتها الفئوية مهما كلفها ذلك من التجاء للدول ذات الأهمية الاستراتيجية للعمل المشترك على تهويم الجماهير وترويضها بما يتلائم مع الحاجات والمصالح المشتركة. فبقاء العقل الجماهيري في غيبوبة عن الفعل الحضاري المعرفي وعدم قدرتها عن التخلي عن تلك العقلية الإقصائية والتفكير الديني بمعناه السياسي التقليدي يحول دون انتقالها لمرحلة السلم الديمقراطي بمعناه الجوهري
لا الشكل. إن هيمنة الفكر القومي العروبي على مكونات شعوب العالم العربي عموما وشعوب سوريا والعراق خصوصا، محاولة منها لإلغاء حقيقة التنوع، هو بمثابة إعلان حرب حامية الوطيس على المنجز الحضاري المشترك وزج الجماهير في صدامات لا حصر لها. إن استجابة الجماهير الوارثة لعقلية السلطة الشمولية لنداء التخريب والفوضى الكامنة في غرائزها ولا وعيها جعل الخوف بمثابة الهاجس الماثل في الأذهان والأعين، حيث أن طباع الجماهير وضحالة وعيها بمفاهيم التعايش السلمي جعلها تسير في منحى ما تريد السلطة تصديره من أوهام وأحلام واهنة يمكن من خلاله أن تتحول تلك الجماهير إلى وقود ملتهبة لمعارك الداخل والخارج على حد سواء، حيث نجح رجال الدين باستثمار المذاهب والطوائف كما نجح السلطويون والذين يتزعمون النظرية الثورية بوضع الجماهير بخنادق متقابلة راحت تزجهم في صراعات لا تكاد تنتهي. فما أشد انقياد القطيع لتحقيق غايات ومآرب القادة إثر خطاباتهم الرنانة، وقد نجحوا في إيجاد جماهير تتقبل أفعالهم وتسلطهم وتمارس ذات تصرفاتهم وتحمل ذات أفكارهم وإيديولوجياتهم. فإن تم فرضا إسقاط أي نظام ديكتاتوري أو طاغية، فهل يتم إسقاط الفكر الذي تشربته هذه الجماهير وتقنعت به، حيث باتت مسلكا يعد بأجيال رئاسية تحمل ذات العلة، حيث باتت دعوات إسقاط الأنظمة البراقة بمثابة تبديل للملابس الداخلية، إذ أن إسقاط الفكر الشمولي ومحو سذاجة العوام وإزالة روح القطيع هو ما يجب إسقاطه، وذلك ببعث ثورة ذهنية شاملة لا تحتمل أدنى لبس أو مواربة. تجسيد الانتفاضة تعبير عن ردة فعل متراكمة زمنيا تعبر عن ظلم ماثل جراء تعسف وبطش السلطة التي استعبدت الجماهير، جعلتها ميدان اقتتال وتنازع، مبعدة إياها عن التنوير والوعي، جاعلة كل المؤسسات والمرافق هدفا لغضب الجماهير، إبان الانتفاضة الكردستانية التي انطلقت شرارتها من مدينة قامشلو، حيث أن النظام القومي الفئوي اتخذ من نفسه مرجعا وأساسا، والمناهضين للنظام لا يقلون عنه أنانية وتخبطا. في ظل حالة الفوضى والنقمة الرديئة لا يمكن الإتيان بأي حركة ناجعة، فالحصار الأعمق هو ضحالة التفكير وسوء المواجهة، ما من خيار سوى الألم والهروب، حيث شمرت القيادات والأحزاب والسلطات عن زنودها وتسابقت لفرض أجنداتها المختلفة لحكم الجماهير وتوجيهها تحت مسميات ومزاعم مختلفة تخفي غاياتها الجوهرية المتمثلة بحيازة السلطة والواقع وبقاء الوعي الجماهيري مغيبا في ظل النزوح الكبير لذوي الإمكانات والطاقات الشابة إلى الخارج. ففي ظل زيادة المرتهنين المأجورين من قبل السلطة وانعدام الأصوات التنويرية والتي تتقصى وتنظر لمراقبة الحياة عن كثب، يبقى السبيل إلى الفوضى الكارثية مفتوحا، حيث الخطر الأكبر المحدق على أمن المجتمع وسلامته الفكرية هو إلزام الشموليين كافة الشرائح على اعتناق فكر واحد مصدره شخص تم تنصيبه كروح إله على الأرض. إن هذا الخطر يمهد لاحتقان بطيء وخطير في آن كونه يقصي على نحو أرعن كل رأي مختلف أو متمايز، ويصبح ثمة حاجة ماسة مع الوقت للجوء إلى القوة المضادة، والتي بدورها لن تتخلى عن أقنعاتها وأجنداتها في أن تكون البديل الهش عن ذاك النمط القائم. يمثل الاغتراب عن الذات والرغبة الأكيدة في التوحد
شكلا أقصى من أشكال الحاجة، وانعدام ذلك يؤدي إلى الاكتئاب العنيف الذي يأخذ عدة أطر ومستويات تتصاعد في حدتها. فالهاجس السياسي والعاطفي معا يمثل في شكله تحديا هائلا إلى جانب الهروب للخارج، والذي يضاعف من المأساة ويجسدها على نحو أقوى. فالأفراد الذين يتركون حصيلة تجاربهم وذكرياتهم خلفهم ويمضون نحو حياة مختلفة وجديدة سرعان ما يخوضون سجالات هائلة مع النفس تحتدم وتضطرم كجذوة النار، حيث انقياد الأفراد إلى الجنون والغضب هو بمثابة إعلان الحرب على الخوف واجتثاثه مع العقل، من كونه منظومة تم تأصيلها بعناية بمختلف السبل في الذائقة الجمعية، وقد أضحت بمثابة سلوك يصعب تجاوزه، حتى أن الفن يتجسد في مجتمعات الخوف بكونه تجسيدا لا أكثر عن عمق الهوة بين الإنسان والوجود والعالم، ليغدو الغد بمثابة قلق يصعب تجاوزه نظرا لانعدام وجود وعي قادر على الإتيان بمفاهيم عيش جديدة وقادر على إنجاح الصراع لصالح المواجهة المعرفية لقوى التجهيل. وتعاني مفاهيم الوعي الأولية اضطرابا وخللا يصعب تداركه في ظل انعدام الثقة بين المجتمع، فبغياب الثقة التي تغدو مواجهة لمنظومة العزف صعبة، ولا يستطيع المعرفيون بمفردهم مواجهة تركة العبودية والبطش التي قامت السلطات الشمولية في تمثيلها في حياة الناس عبر بوابة الدين والعادات والتقاليد والحكايات الشعبية، مما يتحتم على ذلك ازدياد نسبة العاهات والاضطرابات النفسية التي تعكس في أصلها الاضطراب السياسي وضياع الحريات، وتفشي ذلك الورم السرطاني المتجسد في تأليه القادة والشخصيات وإسباغ القداسة عليهم، والتغني بصناعة الموت عبر استثمار ظاهرة الاستشهاد لأغراض تتعلق بتحقيق الارتباط العاطفي الأعمى بين الجماهير وتلك المنظومة. هذا ما يفقد الناس الفكر المجرد ليقودهم كقطيع خائر القوى إلى ميدان التهوين والألم. فالخوف هو عقدة من لا يفكر، وهاجس من يلوذ بالفرار دون أن يخرج نفسه من هذا الخوف الذي يمثل ذلك التحدي لمجتمعات الشرق الأوسط المحاصرة بأغلال ناجمة عن الفساد والتطرف والتمذهب، ناهيك عن تلك المركزية في تداول الحكم وعن إعجاب الجماهير بمستبديهم تارة والكراهية لهم تارة أخرى، كما في حالة حب بعض معارضي الحكم في سوريا للدكتاتور العراقي السابق صدام حسين، والعكس. لهذا لا نجد لدى الجماهير ذهنية متقدة ترفض الاستبداد وتتعامل معه بشكل واضح وواعي، إنما نجد تذبذبا في خطابها ونظرتها بما يتوافق مع ألاعيب القادة في تلميع صورتهم خارج الحدود، متجاهلين تلك الصورة في الداخل. ولعل الجماهير في نزعتها الغريزية للتبعية والانقياد باتت وقودا لمعارك السلطة والخارج على حد سواء. فالأحداث التي رافقت انتفاضة قامشلو سنة 2004 من رفع شعارات العنصرية والكراهية ضد الكرد هو دليل على نجاح المنظومة القمعية في تفكيك المجتمع وتجزئته ونشر الكراهية في أوساطه إلى أمد بعيد، حيث قام الإسلام السياسي بتقوية أركان هذه السلطات الاستبدادية إلى حد كبير. ولعل انعدام وعي المجتمعات بالتاريخ المجرد وكذلك قلة التنظير والجدل والتحليل جعل القدرات والطاقات الإبداعية تصاب بعجز ودونية أيضا، الأمر الذي رسخ فيها ذلك الانفصام بين حاضرها وماضيها، وأحيا فيها الدونية والنقص، حيث يمكننا فهم الواقع كتجلي عن فشل المنظومة في احتواء التطلعات الجماهيرية، وجعلت من الخوف خبزا وماء لأفراد من المفترض أن يكونوا أعمدة لبناء الوطن، لا أن تكون تلك الأوطان بمثابة كابوس لا يصدقون متى يجنون عنها، لأوطان غريبة
توسمهم بوشم الاغتراب الفظيع. لهذا نجد الخوف متنقلا عبر الحدود، لا يفارق سحنات المهاجرين إلى القارة العجوز لينصب لهم كمائنا من الوجع الدفين الذي استند على تركة الماضي لما يتخلله من مواقف قاسية يصعب نسيانها وتجاوزها، والذاكرة وحدها تحتمل كل تلك الأعباء النفسية إثر سنين من الإجحاف والجور الذي يلقيه الناس في ظل منظومة الإقصاء. هذا الخوف الوجودي والقلق من العزلة والتهميش الذي يؤدي بالمرء إلى الجمود والعطالة، وكذلك فإنه يجاور الموت بشكل ما، فبتوالي الخيبات والاضطرابات يتجسد الخوف أكثر فأكثر في الملامح والأفكار، وكذلك في الرسومات التي يعبر عنها الفن. فاجتثاث الخوف من الداخل عملية صعبة للغاية، تختلف عن استئصال ورم سرطاني عن الجسد. ينجم عن تلك المحاولة حالات من الاسترخاء أو التأمل طلبا للنسيان، ليجد نفسه الإنسان في حالة من تناسي تمر بإخفاقات، حيث يأخذ الخوف أشكالا متعددة، منها النفسي والفكري والثقافي، حيث يوغل الخوف بسهولة في كل رغبات واهتمامات وأفكار المرء، ويصبح الانفكاك عنه محالا في لحظات استذكار الأحداث حسب هولها أو شدة وقعها على النفس. فالحب بات بمثابة الفاجعة الأكثر رهبة على مسرح الخوف من الموت والنهاية أو العزلة المفضية إلى التلاشي، حيث نجد الابتعاد عن المكان متجسدا عن ألم لا يبرح المرء إثر تذكره لنصفه المنتهك، ولا سيما أن هذا الانتهاك سببه إجحاف التقاليد الاجتماعية الأبوية الوليدة عن تعسف وجور السلطة الشمولية القامعة لكل تغيير في الوعي الفردي أو الجمعي. فالأب بارع في تعظيم القائد خوفا، وكذلك المدرس بارع في إزاحة زهوه الفردي بذاته مقابل أن يفدي الرئيس بشعارات الإجلال، وهو في الآن ذاته يضع مستقبل الأجيال على المحك، حيث يلزمه أن يتلقوا على يديه دروس الإذعان والخضوع. وهكذا تصاب التربية والتعليم في محنة كبيرة إزاء التخلف الذي رسم الخوف ببراعة في تفاصيل الحياة المعيشة، ويعم البؤس الفكري والروحي نتيجة هذا الحصار المطبق على المجتمع ليكون في الأسر دائما، وتعم الفوضى المؤسسات لتكون فاقدة المحتوى، تحاصرها المنظومة الأمنية لتخلق منها بؤرا للرقابة على الأفراد. ولعل الاتفاقيات الاستعمارية التي جرت لتقاسم بلد وتجزئة آخر ليس ذريعة متينة لإلقاء اللوم على تلك المرحلة التي اقتضت ذلك، إلا أن قيام نظم استبدادية شمولية فيما بعد هو نتيجة عن فراغ معرفي جماهيري وعن تغييب فكري لدور المعرفيين في التغيير، وذلك لضآلة تواجدهم ورداءة أدواتهم. فمن كان رفضه مقتبس من الفكر القومي الهدام أو خريج المدارس الدينية، فعلى أي بنى قويمة يستطيع الاستناد لتدشين دعائم حكم ديمقراطي مدني تعددي؟ إن هذا يدفعنا للتساؤل عن ماهية الخوف وكيفية صناعته منذ نشأة الطفل وسماعه للحكاية الشعبية، وكذلك ذهابه للمدرسة وتلقيه تربية أشبه بمكوثه في المعتقل. حيث يسهم الخوف بالتضييق على حياة الناس ويدفعهم للصمت أو الانفجار بسخونة لا حد لها، وهذا ما يجعلهم يشعرون بأن أقدارهم في صناعة التغيير تتضاءل بمجيء الفوضى،
ناهيك عن هجرة أصحاب الكفاءات والعقول ومن تسنى له الحظ بأن ينقذ بقايا أحلامه من الضياع والتلاشي في أتون معارك السلطة وتوغلها في ميادين الحياة والمؤسسات. ما يلبث أن يبقى الخوف هاجسا فلسفيا يوحد سائر البشر في قانون التغير والسير باتجاه الفناء طورا بعد طور، مما يكشف عن دوافع ورغبات الكائن الإنساني في التوثب للعمل والحركة وبعث النشاط في النفوس والأذهان. إن مواجهة الخوف وتلك القوى التي تحافظ عليه كنظام هيمنة وإخضاع يحتاج لنهضة شاملة ولنظرة أكثر تفاؤل باتجاه الغد، ولكن نجد أن نتائجه تحول دون رؤية أفضل لهذا الانفتاح، حيث تلك الفوضى التي تغرق في أتونها الجماهير تسهم في حروب جديدة تستعر وتنتشر. وتكون أنظمة الدول الشمولية معرضة لأزمات مختلفة لا تكاد تتوقف، حيث وصفت تلك السلطات الشمولية أي ميل إلى الديمقراطية بمثابة تمهيد للفوضى والتزعزع، وكذلك فإن أي رغبة في تطوير أفكار الزعيم الملهم واستنباط رؤى منها هو بمثابة الخروج عن المنهج، فلا بد من تحويل أفكار الزعيم الرمز إلى تمثال يتغنى به المريدون والأتباع. والالتزام به لدرجة النسك والتعبد، وهكذا فإن تحجر الإيديولوجية دون تطويرها هو بمثابة تجميد لمدركات العقل المعرفي وإسفاف به، وكذلك فإن فترة الاتفاقات والمعاهدات التي رسمت معالم الشرق الأوسط وقامت بتحويل هويات تلك الشعوب وفقا للجغرافيا والمصالح المبنية عليها هو بمثابة اختبار للشعوب الحالمة ووقوعها في أسر الأحلام القومية والطائفية التي مجدت الفكر القومي لصالح تذويب الأقليات أو القوميات الأخرى في بوتقة عرق واحد كالعروبة والطورانية والفارسية، والتي استماتت في اللعب على ذلك الوتر حتى تهالكت الشعوب وتضررت كثيرا بفعل هذه السياسة البغيضة وقادتها لميادين الفوضى كالعبيد السعداء. إنهم يعبدون الماضي ويضيعون في دوامته دون هدى، يحنون لأيام الفتوحات والإمبراطوريات فيبتعدون عن الحاضر وطبيعته، وينبذون بذلك التعايش أو أي نظام مؤسس على التنمية والإنتاج والإنصاف. إن تجميد الفكر وتحنيطه وتعليب المقترحات وتجميد الرؤى من عمل السلطة الشمولية، وهي تهدف بذلك لتهجير ذوي المدركات العقلية وإبعادهم أو تصفيتهم. فعندما يتم التضييق على ذوي الإدراكات والتي تستشعر خطر السلطات الشمولية في كل حقبة تسود حالة من الإفلاس الجماهيري في ضآلة إمكانية مواجهتها للأخطار القادمة. لهذا فعامل الخوف لا يقتصر فحسب على الأفراد كمسبب مباشر للفزع والذهول، وإنما يدخل في خضم الأفكار ليبعث فيها الوهم والخرافة، حيث يعد بمثابة الحاجز الرهيب الذي يواجهه المعرفيون بكل بسالة في أنحاء الوجود منذ قدم الصراع بين الجهالة والمعرفة. تركزت ضراوة الصراع أكثر في حقل إشكالية التنازع بين السلطة والجماهير، فلم تفلح جهود السلطويين في إخماد جذوة ذوي المدركات الحرة رغم محاولتهم لاستمالة المثقفين وأنصافهم، وكذلك الفلاسفة والفنانين والذين اصطفوا إلى جانب الجماهير وواكبوا تطلعاتها الفتية كان لهم النصيب في ترك الأثر من حضارة وفنون ومهن استطاعت أن تسهم في البناء في كل مكان من أنحاء الوجود الهندسي. الجماهير الساعية لإزالة صنوف البغي والظلم والفساد، حيث إنجاز الحراك المستنير ومحاولة دفعه للأمام يمثل مفتاحا حقيقيا لحل معضلات الأفراد في ظل المجتمع. فليس